السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بمجلس الإدارة والجهاز الفني ده السنة دي هيبقى في خبر كام؟ من مجلس الإدارة للجهاز الفني للاعبين يا قلبي لا تحزن. الزمالك ينهار ومن سقوط لسقوط. الزمالك في 2023 لم يفز إلا في مباراة واحدة. الزمالك النهارده بدأ افتتح يا جماعة مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بخسارة من شباب بلوزداد في القاهرة، في استاد القاهرة 1-0 بنتيجة 1-0 مع الرأفة. شباب بلوزداد مضيع 3 4 فرص مؤكده امام مرمى الزمالك ما ضيعش ولا كره طول 90 دقيقه. الزمالك ينهار. الزمالك يعني انا مش عارف، يعني الزمالك السنه دي الانسان نسى انه يبقى الزمالك حاليا بقى في المركز السادس بالمناسبه في الدوري العام بعد فوز المقاولين على المحله النهارده 3-0. الزمالك بقى في المركز السادس، واللي بيحصل ده في مين يا جماعه السبب فيه في نادي الزمالك؟ انا بالنسبه لي رقم واحد مجلس الاداره. مجلس الاداره هو اللي جاب الجهاز الفني ده. ناس هتقول لك فريرة ده واخد دوري والدوري تاني هتقول لك واخد 2 دوري مع الزمالك. اقول لكم اكبر دليل ان هو مدرب فاشل. ده بالسنه انت الزمالك عمل 10 صفقات، الاهلي ما عملش غير 3. مفيش ولا واحد فيهم اضاف للنادي الاهلي حتى الان. اذا كان شادي حسين ما لعبش ولا مباراه حتى الان. مصطفى سعد ميسي رجع ودوه سموحه اعاره. برونو سافيو حاليا ما دخلش في قائمه كاس العالم للانديه، والناس ياما مختلفه عليه. يعني انا شايفه خامه كويسه، لكن ده انا واحد من المليون، يعني لو انا الوحيد تقريبا في المليون اللي شايفه خامه كويسه ولسه وحتى طلع من قائمه كاس العالم للانديه. الزمالك جاب 10 صفقات، يعني المفروض يبقى اقوى من السنه اللي فاتت، على الاقل اقوى من الاهلي. انت راجل واخد دوري وبتقول مدير فني جامد وجاب 10 صفقات، الاهلي ما جابش ولا صفقه، يعتبر ما جابش كده ولا صفقه. الزمالك السنه دي شايفينه حاليا سادس دوري، حصلت افريقيا كالعاده. جايب الزمالك السنه دي او بدايه العشر صفقات اللي جايبهم الزمالك ولا صفقه في يوم تصلح لنادي الزمالك. شوف بقى، ده خطأ مجلس إدارة، خطأ جهاز فني. مين اللي جاب اللعيبة دي بقى؟ هو اللي طبعا الخطأ منه. وطبيعي كده الجهاز الفني ليه دور فيها، اكيد خدوا رأي فريرا بحكم انه البروفيسير. تعرفوا يا جماعة ال10 لعيبة بتوع الزمالك دول مكلفين خزينة النادي كام مليون؟ ال10 لعيبة اللي ما فيش ولا واحد فيهم يصلح للعب في نادي الزمالك، وهقولهم لكم بالاسم: محمد صبحي، مصطفى الزناري، عمر جابر، دونجا، السيسي، مصطفى الشلبي، سامسون كنيولا، يوسف حسن مهاجم وادي دجله، ابراهيم انداي، زكريا الوردي اللي جه ماتشين ومشي، ما عارف جه في ايه وماشي فيه محدش فاهم. 10 لعيبه مكلفين خزينه النادي 111 مليون و300 الف جنيه. ما فيهمش ولا لاعب يصلح ان هو يمر من قدام بوابه نادي الزمالك. يعني انا والله لو الزمالك ده، يعني مرتضى منصور لو عمل معاهم زي ما عمل مع فريق السله ولا الطايره بنات، وقال لهم دول يقعدوا يطبخوا في البيت وسرحهم هما كمان زي فريق السيدات، والله انا ما اخد منهم. انا بالنسبه لي لو بتاخد رايي ما اخدش غير حسام عبد المجيد من نادي الزمالك ده. واحد يقول لك احمد سيد زيزو، بالنسبه لي احمد سيد زيزو ده لو هجيبه الاهلي هجيبه باك يمين زيه زي طاهر محمد طاهر، ما يلعبش، مش هلاعبه جناح. يعني يجي في الاهلي، لو انت عايز تجيبه الاهلي ممكن اجيبه ان احنا نجربه في الباك اليمين ده. وجهه نظري في احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو ما عندوش، مش مهاري، هو كان لياقه بدنيه ويقول لك كانت ماشيه مع الزمالك في نص السنه الثاني العام الماضي. لكن احمد سيد زيزو غير كده ملهوش اي، انا مش فاكر له اي حاجه غير هو نص السنه اللي فاتت في الدوري. افريقيا عمره ما ليه اي حاجه مبهره في افريقيا، مع المنتخب ملوش اي دور. انا بالنسبه لي هو بقول لكم لو حسام عبد المجيد هو الوحيد، لو انا الزمالك بيفضل لعيبته ويعرضوهم علينا مجاني، انا ما اخدش والله بالنسبه لي ده حسام عبد المجيد. 10 صفقات ما فيهمش ولا لاعب عليه العين. يعني عمر جابر ودونجا ده تجيبهم ب 30 مليون بأمارة ايه يعني؟ ده ما كانش بيلعبوا اساسيين في بيراميدز. عمر دونجا ده كان بيلعب احتياطي بلاتي توريه. عمر جابر كان بيلعب احتياطي احيانا لاحمد فتحي اللي داخل على 40 سنه. يعني بقول لكم الصفقات كلها مضروبه. محمد صبحي ما لعبش ولا مباراه السنه دي. الزناري بأمارة ب 6 مليون. عمر جابر نونجا ب 30 مليون. السيسي جايبه ب 17 مليون. والله السيسي انا قلت لكم يا جماعه ما يلعب في اي نادي من الاربعه الكبار، لعيب عادي خالص. ايه اللي في ميزه اللي في عمرو السيسي؟ اللي هو اللاعب لاعب مش كوير، ده في لعيبه، ده مهند لاشين برقبه الخمس ست لعيبه اللي بيلعبوا نص دفاع في الزمالك، والله لو جبته لوحده برقبتهم كل سيسي ايه واشرف رؤيت ايه ونبيل عماد دونجت ايه. انا مش فاهم الزمالك يا جماعه. بقول لكم مجلس الاداره والجهاز الفني خربوا الزمالك، ده رايي. مصطفى الشلبي جابه ب 20 مليون ليه؟ مصطفى الشلبي ده الحمد لله ان هو ما جاش النادي الاهلي. لما شفته في الزمالك والله حمدت ربنا ان الاهلي ما خلصش اللاعب ده، وجابه ب 20 مليون بأمارة ايه؟ انا مش فاهم. سامسون اوكينيولا صدق او لا تصدق ب 17 مليون جنيه.
سامسون كنيولا اللي ما لمسش كورتين من ساعه ما جه الزمالك، مين اللي هيحاسب على الفلوس دي؟ بيقول لك ويطلعوا كل يوم يقول لك صفقات الاهلي وبرونو سافيو. طب على الاهلي بياخد بطولات يعني. يعني الاهلي هيلعب بكره مباراه في تحديد الثالث والرابع، يعني هياخد 2.5 مليون دولار يا 2 مليون دولار، غير الاعلانات، غير الراعي اللي كان رسمه على التيشيرت. فلوس بتجيبها، فطبيعي في صفقات هتنجح، في صفقات هتفشل، بس باخد بطولات وبدخل فلوس. الزمالك فين نجاحاته؟ زكريا الوردي كانت صفقه نجاح حره، كان جه في ايه ومشي في ايه محدش فاهم. ابراهيم انضاي جايب ب 15 مليون و700 الف. ابراهيم انضاي برنامج كورتين من اول السنه، هو كمان اللي معروف من ايام وادي دجله. ما كان ايه الموهبه، الجامده اللي فيه، كان لعيب عادي خالص وشفناه قبل كده لما كان في وادي دجله. 10 صفقات مضروب. هيطلعوا يقولوا لك ده اتحاد الكره اللي بيوقع النادي ده، في 3 صفقات احنا جايبينهم فين هم؟ اذا كان بالحاج، اذا كان محمود شبانه، اذا كان ناصر منسي. والجمهور الزمالك قبل جمهور الاهلي هيقول لك محدش يعرف الثلاث لعيبه. ناصر منسي ايه اهدافه في الدوري ده؟ دايما ما جابش السنه غير هدف ولا اتنين مع البنك الاهلي وما كانش موجود. محمود شبانه ايه مدافع سموحه، والله الزناري اللي هو مش عاجبنا، اللي هو يعني قليل اعلى منه. وانتوا هتشوفوه اما يجي الزمالك وخلاص اكيد المشكله هتتحل وهيجوا وهتشوفوا اللعيبه دي بنفسكم. بالحاج لاعب اسوان. حد يعني ثلاث ارباع جمهور الزمالك ما يعرفوش لاعب. يعني انت لاعب بنسب الله اعلم هينجح ولا لا. دول يعني اللي هيقوموا الزمالك. انت جبت 10 صفقات ما عملوش حاجه اهو. من ال3 صفقات دول اللي هيقلبوا لك الموازين، اللي فيهم لاعب مدافع وكورته قليله اساسا، محمود شبانه اللي شافه في سموحه. فبقول لكم اللي السبب في سقوط الزمالك ده هو مجلس الاداره والجهاز الفني. فريرا بيلعب على ارضه في اول مباراه لك في افريقيا، بتلعب بطريقه 5-2-3، 7 مدافعين. بيلعب محمد عبد الغني، محمد طارق على يمين، حسام عبد المجيد. بيلعب باك يمين عمر جابر، باك شمال فتوح. ناس تقول لك لا ده بيلعب ب3-5، بس عمر جابر ودونجا وابو الفتوح بيطيروا. ده عمر جابر ما زادش تقريبا غير في كوره، وفتوح ما حدش شافه قدام طول المباراه. يعني بيلعبوا مدافعين باكات. يعني عمر جابر، يعني عمر جابر وفتوح بيلعب وراهم 3. شوف على الجانب الاخر الاهلي مثلا بيلعب مع مين؟ عمو متولي، محمد هاني، ولا عمر جابر في الزياده اكتر؟ مين اللي فيهم بيزيد اكتر؟ علي معلول ولا ابو الفتوح؟ مين فيهم اللي بيزيد اكتر؟ اللي يقول لك لا بيلعب ب3-5، لا هو بيلعب ب5-2-3، مش بيلعب ب3-5. اللعيبه دي تحسب باكات. عمر جابر بيزيد زي محمد هاني، فتوح ده بيزيد ربع علي معلول. ده كلهم مدافعين، دي 5 قدامهم نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي اللي هم اللي بيهاجموا والله ولا بيدافعوا ولا لهم دور في الملعب الاثنين. يعني 7 ما لهمش دور. بتلعب قدامهم بسيد نيمار اللي هو السام باك وانت ملاعبه جناح. يعني انت بتلعب يعني 3، انت بتلعب ب7 ورقه، وبتلعب قدامهم بسيد نيمار اللي هو سام باك، وكورته الهجوميه كويسه بس يعني باك. يعني محمد يعني كانك بتلعب يعني الجانب الاخر الاهلي اما يلعب محمد هاني جناح، هو سيد نيمار كده هو بيدافع بس كورته بيعرف يزيد، لكن مش جناح، دي مش مكانه الاصل. سيد زيزو، سيف الجزير. يعني انت منتظر من التشكيله زي دي الزمالك منتظر منهم ايه؟ انت الخطوره اللي النادي شباب بلوزداد هيخاف من ايه؟ عندك ما عندكش لعيبه هجوميه تخاف منها، مفيش لعيب عنده الحلول الفرديه. سيد زيزو انا قلت لكم انا شايف لاعب مصطنع، لاعب مش موهوب يا جماعه. كان المرازي كان اكتر لاعب موهوب في الزمالك هو امام عاشور، قلت لكم الزمالك هينضر كتير لما يمشي. امام عاشور كان افضل لاعب في لعيبه الزمالك، اكتر لاعب عنده الموهبه، اكتر لاعب كورته كويسه بيلعب سروات، لكن كان في وسط اللعيبه كلها كورتها قليله والمجلس الاداره غير مستقر. عشان كده امام عاشور الفتره الاخيره ما كانش ظاهر بمستوى كويس. لكن بقول لكم ده كان اهم لاعب في لعيبه نادي الزمالك كلك بصفه عامه. امام عاشور بالنسبه لي ليه افضل لاعب هو حسام عبد المجيد في قلب الدفاع. هم دول اللعيبه اللي شايفهم موهوبين في نادي الزمالك. بقيه القايمه بالكامل ولا لاعب يصلح. النهارده كان مين على الدكه؟ كان محمد صبحي، كان عندك سيف فاروق جعفر، ابراهيم انضاي، شيكابالا اللي الجمهور الاهلي ما اطلق عليه لقب المرحوم، عبد الله جمعه اللي ما بيلعبش كوره غير ماتشين في السنه. فين يا جماعه نادي الزمالك؟ نادي الزمالك بقى فاضي. اللي يضحك عليك يقول لك يضحكوا عليك جمهور الزمالك ويطلعوا يقول لك لا ده اتحاد الكوره هو اللي معطل لنا عشان 3 لعيبه اللي ما حدش عارف اذا كان هينجحوا ولا لا. 3 لعيبه ما حدش يعرفهم في الدوري، اذا كان محمود شبانه، ناصر المنسي، بالحج، لسه من الله اعلم هينجحوا ولا لا. مش لعيبه، مش جايب ميسي ولا كريستيانو تقول لك هم اللي معطلين. ما انت جايب 10 صفقات في اول الموسم، هم فين؟ ما فيهمش ولا لاعب يلعب. بقول لكم نادي والله، ولا نادي الزمالك ولا اي نادي في الانديه الكبيره، لعيبه عاديه خالص. انا قلت لكم بالاسماء ال10 صفقات. مين اللي يحاسب على الحاجات دي؟ مين اللي يحاسب على 111 مليون؟ انت لو كنت جبت مهند لاشين بس واثنين جناحات يعني كلفوك ال 100 مليون كان احسن من ال10 لعيبه دول، وكان على الاقل كان هيفيدوا نادي الزمالك. فبقول لكم اكتر واحد مسؤول عن اللي بيحصل ده هو مجلس الاداره، يعني لان هو اللي جايب الجهاز الفني، هو اللي مشاه، هو اللي رجعه. بقول لكم مدير فني بيلعب في مصر في اولى مباراته قدام شباب بلوزداد، ما هتلعب الترجي بخطه ايه؟ بيلعب ب5-2-3، 5 يعني 7 دفاعيين بحت. عمر جابر تاني، محمد طارق، عبد الغني، حسام عبد المجيد، احمد فتوح،
دونجا اللي ما يعني يا جماعه، ده اللي كانت خامه كويسه لكن ما طورش من نفسه، المستوى اقل. اللعيبه اللي بيقول لك خد فلوس كويسه في بيراميدز ما طورش من نفسه، وشوف بقى عمل مشغل مشاريع، نسى الكوره، ما بيلعبش كوره، ما كانش بيلعب في بيراميدز اساسا. مع عمرو السيسي مش كوير يا جماعه، ده لعيب خناقات مش بتاع كوره. مش ازاي بامانه ايه، ازاي مدرسه فن وهندسه وزي عندكم واحد زي عمرو السيسي ده يلعب في نادي الزمالك؟ هو لاعب مجتهد ومكافح لكن مش بتاع انديه كبيره، مش لاعب موهوب اللي يلعب لك كوره حلوه يطلع لك سرور. يعني مين في دول بيلعب 8 اذا كان بيلعب دونجا ولا عمرو السيسي؟ مين فيهم عمرو السوليه مثلا يلعب لك السرور الحلو في الزمالك؟ النادي بقول لك الزمالك بينهار ولسه السقطات جايه لان ما عندوش لعيبه بعيد. انت املك كده عند ربنا، ثم نطلع لك زي السنه اللي فاتت كده فلته، لقيت حسام عبد المجيد طالع، لقيت يوسف اسامه نبيه متالق، حاجات كده كانت، والاهلي بيقع لكن انا بقول لكم الزمالك السنه دي سقطاته كتير، ولسه اللي جاي اسوأ واسوأ لنادي الزمالك على اللي انا شايفه ده. اذا استمر مجلس الاداره والجهاز الفني ده، الزمالك سقطاته كتير السنه دي. وطالعين يتريقوا على النادي الاهلي اللي خسر من ريال مدريد 4-1. يعني الزمالك هو كده فرحته مستني الاهلي يخسر بكره من الفريق البرازيلي عشان خاطر يطلع يحفل على الاهلي. يعني نادي لسه بقول لكم سقطات السادس على الدوري، حصلت افريقيا كالعاده بقاله كام سنه، طالع يتريق على الاهلي. انا حبيت اجيب لكم يا جماعه اكتر من حاجات اتقالت عن النادي الاهلي الفتره الاخيره عشان تعرفوا قيمه النادي الاهلي. انا حابب اطلع بقى من الزمالك وقلت اللي جوايا من يمه نادي الزمالك. هقول لكم ديل بوسكو ده اللي مدرب التاريخ ريال مدريد واخد مع منتخب اسبانيا كاس العالم. ديل بوسكو بيقول ايه على الاهلي؟ بيقول لك الاهلي لعب بشكل منتظم ومتوازن لكنه لم يعرف كيف يسجل الاهداف، بينما ريال مدريد كان يعرف كيف يضع الكره في الشبكه. الاهلي كان قويا، ركزوا يا جماعه، الاهلي كان قويا. ديل بوسكو اللي بيقول كده على الاهلي، ولم اتوقع النظر بتلك القوه وان يبادر ريال مدريد في الهجمات. لدى الاهلي وسط رائع لكن هجوميا لا يمتلك من يحول الفرص من كرات الى كرات في الشباك عكس ريال مدريد. ده ديل بوسكي بيقول كده عليها، بيقول لك الاهلي كان قويا ولم اتوقع نصر بتلك القوه. اللي على الجانب الاخر الكابتن خالد الغندور اللي كل اكله عيشه ان الناس تطلع، يعني مش عايز اقول لفظ وحش، ناس خليها لو لفظ كويس الجماهير تطلع تقل منه تنتقده، ده لفظ كويس انا شايفه الواد انه اتقال عليه. خالد الغندور طلع يقول لك لست شامتا في هزيمه الاهلي بالاربعه، ولكن للامانه نتيجه المباراه العادله على الاقل 6 أو 7 للريال. الاهلي يستطيع الحصول على البرونزيه لان الهزيمه من فلامينجو شبه مؤكده مثل الريال. يعني شوف ديل بوسكي بيقول على النادي الاهلي، الراجل المدير الفني التاريخي لريال مدريد في الجيل الذهبي، زيدان ولويس فيجو ورونالدو، والجيل الذهبي ده اللي خد مع الريال دوري ابطال اوروبا واللي واخد مع منتخب اسبانيا كاس العالم، بيقول لك الاهلي كان قويا ولم اتوقع نصر بتلك القوه. على الجانب الاخر خالد الغندور طلع يقول لك الاهلي لست شامتا والاهلي كان يستحق الهزيمه ب6 أو 7. اقول لكم صحيفه اسيا الاسبانيه بتقول على سيبكم خالد الغندور ده، انا بس حبيت اقول يعني ايه، هجيب حاجه عابره كده اقولها بس كده. صحيفه غلاف صحيفه اسيا الاسبانيه، غلاف الصحيفه بيقول على النادي الاهلي كاتبين عنوان ملوك العالم، يبحث بالعنوان تحته يبحث ريال مدريد والاهلي الافضل على الاطلاق في اوروبا وافريقيا عن مكان في نهائي كاس العالم للانديه. ده غلاف الصحيفه اسيا الاسبانيه، ده اللي مش بقول لكم حد مصري ولا اهلاوي ولا زملكاوي. حساب سياتل ساوندرز الامريكي عبر الفيسبوك بعد مباراه الاهلي بيقول لك كان فخرا لنا، يعني الفريق الامريكي اللي بيقول لك كده على حسابه على الفيسبوك، كان فخرا لنا ان نواجه الاهلي في اولى مباراتنا في كاس العالم للانديه، حظا موفقا في باقي المشوار. بيقول لك كان فخرا لنا ان نواجه الاهلي في اولى مباراتنا في كاس العالم للانديه. نادي امريكي بيقول على النادي الاهلي المصري. انا دايما بقول الكلام ده كله بوجهه لجمهور النادي الاهلي، مش بوجهه لخالد الغندوري يسمع الناس بره بيقول علينا ايه. بس مش، لا بس سيبك من خالد ده، خالد الغندور ده هو كل اكل عيش بيقول لك الناس تتكلم عليه سيء ويتذكر وخلاص في الاعلان. هو عارف كده، يعني هو عارف الناس هيطلع يتكلم، الناس كلها هتشتمه، لكن هو اكل عيشه في كده، هو بيحب كده، هو مصدر رزقه كده. صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه، ودي بقى يا جماعه دي لازم انهي بقى حالات صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه ده. والله انا يعني لما سمعت العنوان بتاعها انا جسمي اشعر عن نفسي. هقول لكم قالت ايه صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه. بتقول لك الاهلي المصري هو انجح انديه العالم. انجح انديه العالم، مش من انجح انديه العالم يا جماعه، بيقول لكم هو انجح انديه العالم وعلامه فارقه في تاريخ كره القدم، فقد حصل على اكثر من 140 بطوله خلال 116 عام. صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه بتقول على النادي الاهلي هو انجح انديه العالم وعلامه فارقه في تاريخ كره القدم. يا جماعه مش حاجه مصريه ولا ناس تركز. بيقول لك صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه هي بتقول كده علينا على النادي الاهلي. اسمع بقى التفاصيل تحتها عشان ده هنهي بقى الحلقه، ومفيش احسن من حاجه زي ده انهي بقى الحلقه
والواحد ازاي الجمهور الاهلي يفتخر بناديه. يقول لك في مصر يتنفسون الاهلي في كل وقت، السيارات تحمل ملصقا له، المقاهي تفيض ازدحاما في كل مره يلعب فيها، المشجعون يشعرون بالاهانه. خدوا بالكم يا جماعه الحته دي عجبتني برضه قوي. المشجعون يشعرون بالاهانه اذا قلت لهم ان فريقهم غير قادر على هزيمه ريال مدريد. هذا النادي القاهرة الأكثر تاني هذا النادي القاهري الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم. هذا النادي القاهري الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم. ما بيقولكش من أنجح أندية العالم، بيقول لك الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم. ودي صحيفة أسبانية يا جماعة. في أحسن من كده أنهي بقى حالاتي؟ لا، مفيش طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.